السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى فيديو يفتح النفس. عاملين بقى محشي كوسه ومحشي بتنجان ومحشي بصل، وعاملين بقى فراخ، يعني فراخ مشويه، بس فراخ مشويه كدابه، هي مش مشويه بس شكلها تحسها مشويه. هقولك بقى انا عملتها ازاي، وهقولك بقى على احلى وصفه هتعمليها لخلطه المحشي، وازاي بقى ما يطلع منك المحشي زي ما انتم شايفين كده، اللمعه اللي فيه كده شكله يفتح النفس. شايفين الفراخ ديت؟ كل اللي شاف قال دي فراخ مشويه، قلت له لا والله العظيم دي انا عاملاها بس بطريقه كده حلوه هتعجبكم، او سهله خالص وهتعجبكم قوي. يلا بقى نسمي بسم الله. ولسه اول مره يتفرج معانا على القناه، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجه اعملها لكم توصل لكم اول باول. زي ما انتم شايفين اهو، انا كنت جايبه كيلو ونص بتنجان وكيلو ونص كوسه. مسكتهم بقى الاول قورتهم كويس، وبعد كده تغسلوهم تحت ميه جاريه مرتين تلاتة عشان لو فيهم اي رمل اي حاجه اي ترابه يطلعوا منك. احلى حاجه عشان تعمليها المحشي البتنجان وما يجلدش منك، انت خلاص غسلتيه تقوم جايه حاشياه ومعلقه عليه على طول. لو غسلتيه وسبتيه مثلا ساعه ولا ساعتين هيجلد منك، مهما تيجي تسويه هتلاقي البتنجانيه كده بتشد معاكي ومش مش مستويه. فديت احلى تكه للمحشي البتنجان. لو في حد، يعني في ناس بيحبوا يقوروه ويحشوه، او يقوروه ويسووه على النار، اللي هم يحطوا شويه زيت كده ايه اسمها بيسوخوه على النار. انا ما بحبش الطريقه ديت، بحب ان انا ممكن خلاص غسلت البتنجان وخلاص سبته يتصفى وحشيته، احط معلقه سمنه ومعلقه زيت بعد ما اتحشى، واقلبه بس على الوشين كده، بيبقى طعمه تحفه. تحسي انت بتاكلي ممبار، بتاكلي حمام، مش بتاكلي محشي بتنجان. زي ما انتوا شفتوا بقى اهوت، جبت حله على النار وحطيت عليها بقى فيها بصلايه طماطمايه جزرايه ورق لورا ملح وفلفل حبهان، واول ما تغلي تقوم جايه نازله بالفراخ وسايباها مع ايه مع نفسها. زي ما احنا قلنا قبل كده، الفراخ بتاخد على النار ساعه وربع بالظبط بتكون مستويه. ايه زي ما انتوا شفتوا انا جبت 3 بصلات قشرتهم وحطيتهم يتسلقوا فين مع الفراخ، ما بيكملوش 10 دقايق، بس ما حطيتهمش في الاول عشان ما ياخدوش مثلا زفاره، لا حطيتهم لغايه ما استنيت لما الشوربه تطلع كده، الشوربه بقى طعمها حلو. قمت جايه نازله بقى ايه بالبصل، قمت جايه زي ما انتم شايفين وسلقاه، بياخد بالظبط على النار 5 دقايق، وتمسكيه تحت ميه تفتحيه كده تحت الميه، وبعد كده ايه تلفيه خالص كانك بتلفي ايه ورق عنب، بتلفي محشي كرنب. سهل خالص بس طعمه تحفه يا جماعه. انا صراحه المحشي البصل دوت حد يعني واحده من صحابي قالت لي ده حلو قوي جربيه، من يوم ما جربته ما بقيتش بقدر استغنى عنه. قال ما اعمل اي صنف من انواع المحاشي لازم اعمل محشي بصل جنبه، طعمه مميز بيبقى حلو قوي. زي ما انتم شايفين اهو بقى، حطيت حشيت البتنجان وحشيت الكوسه وحطيت البصل بعد ما حشيته. خلاص الشوربه بقى كانت خلاص ما شاء الله، طلعت الشوربه اللي الدسم اللي فيها هزودها. انا بحشي كله البتنجان والكوسه والبصل كله في حله واحده، كله بيبقى طعمه تحفه. يا سلام بقى لو عندك قرنين فلفل برضو تحط تغسليهم وتفتحيهم وتحشيهم، طعمهم حلو قوي. زمان ما شاء الله الشوربه طلعت الخير اللي فيها هي. هزود بقى اشيل بقى الوش ده كله وازود بايه الشوربه، بس اهم حاجه ان انت تدوقي الشوربه عشان لو كانت عايزه تتظبط في الملح تظبطي لها الملح بتاعها. زي ما انتم شايفين اهوت، انا باخد الوش بتاع الشوربه عشان يخلي المحشي معانا يبقى ايه دسم وحلو كده. وزي ما قلت لكم المحشي يا دوبك بيبقى نص الصابع، يعني نص الصابع واقف اهو، نصه بيبقى شوربه، مش بتبقى الكميه كلها شوربه، لا نصه بس بيبقى شوربه، عشان ما يطلع معاكي سوا حلو، وما يطلعش ولا معجن ولا لسه مش مستوي. لا خلي الشوربه واقفه عند نص صابع الكوسه او البتنجان. بحاول انا اهزه بالراحه كده عشان ايه الشوربه توصل للمحشي كله. هقوم احط بقى، بحب احط معلقه زيت ذره كده بتدي لمعه حلوه قوي، وبتخلي طعمه يبقى جميل قوي، في نفس الوقت حبايه الرز تبقى مفرفره معاكي. خلاص هو بدأ يغلي معايا اهو. المحشي دوت ما بتوطيش عليه دلوقتي، يعني مش زي محشي الكرنب اول ما يغلي وتحسي الميه قربت تنشف توطيه، لا دوت بيعتبر يعني ايه السوا بتاعه كله على نار عاليه، يدوبك مثلا ممكن اخر 10 دقايق كده خلاص حسيتي ان الميه نشفت بتاعته، تهدي عليه النار وتسيبيه ايه يستوي مع نفسه. انا خلاص بقى كان المحشي على النار واللحمه والفراخ على النار،
قلت بقى اما اجيب بقى تصبيره كده المليكه تقعد تلعب فيها شويه ايه. يا مليكه بتحب تمصمص الرجول زي حالاتي يعني. وانا اكل انا الكبده والقرصه على ما الاكل يستوي. كنت صراحه جعانه في اليوم ده قوي. التصبيره ديت ماما الله يرحمها كانت دايما بتعملها لنا وقت الاكل. والله يا ماما انا جعانه، تقوم جايه جايبه لي تلمي لي العزال بتاع الفرخه كله، تقول لي بقى كلي مع نفسك كده، خدي اي تصبيره على ما الاكل يستوي. انا بقيت بعملها لي انا ومليكه بقى. مليكه كل شويه تمسك الرجل سخنه تسيبها تاني. خلاص بقى المحشي كان قرب يستوي اهوت، خلاص ما شاء الله طفيت عليه وغرفته بقى. وبحب انا احط رشه ملح على فلفل كده صغيره في الاخر، بتدي نكهه حلوه قوي. شايفين اصلا اللمعان اللي في المحشي عامل ازاي، يفتح النفس اصلا لوحده. كله طالع مستوي، كله طالع طعمه حلو قوي. بألف هنا وشفا اللي كان ليه نصيب ياكل منه. قولي بقى في التعليقات مين بيحب بقى محشي الكوسه والبتنجان، ومين اللي جرب محشي البصل وطلع حلو. جربوا محشي البصل والله بجد هيعجبكم قوي. شايفين اصلا الدسم اللي نازل من المحشي، لا تحفه. دي الفراخ بعد ما سلقتها جبت معلقه كان عندي كيسين كاتشب، حطيت عليهم شويه زيت صغيرين وحطيت عليهم شويه ملح وفلفل، وتجي يا دوبك حطاهم على الوش كده الفراخ وحطاهم فين في الفرن تحت الشوايه. يا دوبك خدوا لون كده وطعم، وكان طعمهم تحفه. تشوفيها تقولي الفراخ دي مشويه، ما تقوليش الفراخ دي محمره او مسلوقه محمره، لا كان طعمها حلو قوي. انا كنت جايبه فرخه، شلت الصدر عشان اعمله بقى بانيه، اعمله بقى صينيه جلاش، اعمله كريب، اعمله شاورما. صدر الفراخ والوركين والهياكل الفرخه عملتهم فين زي ما انتم شفتهم، وسلقتهم وحمرتهم بس. واكله كانت حلوه النهارده، في نفس الوقت مش مكلفه، في نفس الوقت طعمها حلو، تغيير. طبعا كلنا بنحب المحاشي. تعالوا كلوا معانا بقى. انا عارفه ان كذا حد قال لي في التعليقات انت بتجوعينا حرام عليك. قلت لهم والله العظيم انا نفسي اي حد اعمل الاكل دوت واي حد اكله منه يعني. اي حد يعني كل كذا حد بيقول ده لا احنا بنشوف الشكل حلو، احنا عايزين ندوق الطعم. والله العظيم نفسي كلكم تدوقوا الطعم الحلو اللي بيبقى في الاكل ده. اهم حاجه تعملي الاكل وانت تسمي بسم الله وانت مبسوطه، انت فرحانه انت تعملي اكل لبيتك ولعيالك. تلاقي ربنا والله بيديك الصحه وبيقويك. كان عندي بقى حفله مواعين، قلت انا عارفه لو قعدت مش هقوم، انا هغسل مواعين واخلص اللي ورايا. عندي بقى القله ديت، انا زي ما قلت لكم انتوا عارفين انا بحب الافتكاسات بتاعت زمان، القله الحاجات ديت يعني بحب الطعم الميه بتاعها قوي. انا بحب اي حاجه بتحسسني بايام زمان، ايام ما ماما كانت عايشه وايام ما كنا كلنا ملمومين مع بعض. الحاجات دي قوي. جبت انا جايبه القله ديت، انا اللي بشرب منها في البيت اصلا، كل اللي في البيت قله. اقول له يا جماعه انا بحب القله. سلام بقى لما احطها في البلكونه تسقع، ياه. عملت لي كوبايه قهوه عشان عارفه ان انا كده يعني ايه هنام، فانا مش كان ورايا مشوار مهم. قلت انا اعمل لي كوبايه قهوه كده تحاول ايه تعلي السكر في جسمي كده، في سبيل ايه اعرف ان انا ايه اروح المشوار بتاعي، لاني كنت كلت وخلاص مش قادره اتحرك من مكاني. فقلت القهوه ديت انا لما اشربها هتنشطني يعني، وهتديني ان انا ابقى مصحصحه. والكيكه اللي هي بالشوكولاته ديت برضو هتديني باور كده، ايه سكر في الجسم يعني، اعرف اروح المشوار اللي انا رايحاه. بس كده بقى ايه، ده كان يوم النهارده. اتمنى يعجبكم، واتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم واستفدتوا منه في المعلومات اللي فيه. واتمنى ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. هستناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.